يا همسة ازيك؟ ازيك يا علي؟ ايه الاخبار؟ الفلوس مهمة. الحمد لله. الفلوس مهمة، هو اكيد الفلوس مهمة. بس مش البيزك، او مش الحاجة اللي هبص عليها في الاول. يعني لو انت مثلا اتقدم لك شاب كل حاجة فيه كويسة بس هو مش مقتدر يعني على قد. بص، ما هو مش مقتدر زيرو ولا تمام عادي؟ لا يعني اللي هو المرتب البسيط، فانت مش هتقدري مثلا لو انت كنت عايشه في بيت اهلك مثلا بمستوى معين، فانت هتضطري تنزلي شويه صغيرين علشان تقدري الحياه تبقى تمام. بس هو الولد ما فيهوش غلطه ومستقبله مشرق. هتوافقي؟ طبعا بامانه. والله، لان انت تلاقي يعني حد فيه كل حاجه مش سهل. ما هو فانت لما هتلاقي حد فيه كل حاجه ومني مميزات اكتر، زي انت بتقول ما فيهوش عيب، مميزاته كتير قوي كده، فالعادي ان انا هنزل شويه، اوكي انزل بس ابقى مرتاحه. بس انت عارفه ان البنات بشكل عام بتفكر عكسك شويه. ما هو انا يعني هيبقى حلو لما ياخد واحد معاه فلوس ويطلع عيني. يعني بقى ممكن يكونوا بيفكروا لا مش لازم يطلع عيني، مش يعني، بس اللي هو يعني ممكن يكون واحد فيه عيوب كتير جدا بس معاه فلوس كتير. فلا مش هروح. لا دي لا انت رافضاها 100% واحنا تمام. يعني اعتقد الكل بصراحه مش هروح لفلوس لو هو صعب التعامل معاه، او هو نفسه مش مريح. لا، مش كده. ما هو تفاهم، في تفاهم وقبول والدنيا حلوه والدنيا لذيذه، هنزل شويه طبيعي. عامه بيبقى المين ان انت بتنزل شويه عن اللي انت عايشه في اول الجواز، حتى لو انت مش هتبقى كده على طول، بس في اول الجواز لازم بتقل شويه. صح. فهقل في الاول وبعد كده الدنيا هتظبط مع بعضينا بقى. مع بعضينا فعلا. مش حاسه ان كتير تجارب بتعدي بيبقى فيها الجزء بتاع لا اهم حاجه الفلوس؟ يعني انا بصراحه ودلوقتي بقى كتير قوي الموضوع ده، يعني اللي هو اصل الحب والكلام ده كله، وخصوصا في السن الصغير بيبقوا هم يعني منبهرين ببعض جدا وكده، فما بيبصوش بقى طب احنا هنعيش ازاي؟ يعني هنتغدى حب، هنتعشى حب، هنودي العيال مدرسه حب يعني. بص، هو دلوقتي بصراحه هو كتير رايحين للحته دي، عشان انت شايف الدنيا دلوقتي عامله ازاي. فلازم تبقى الثلاجه فيها جبن. بس لازم الثلاجه، ما هو ان شاء الله كده الثلاجه هيبقى فيها جبن طبعا. بس مش لازم اجيب الجبن الغاليه قوي، ممكن اجيب الجبن الكويسه اللي اقدر اجيبها. نتمنى والله يعني نتمنى تكملي كده. شكرا يا همسه، اشكرك جدا. انا بشوف ان الحته ديت البنت لو شبعانه ايا كان جوزها بقى هياكلها عيش وملح، هتاكل وهتبقى زي الفل. كان في حد باعت لي بيقول لي كل واحد بيدور على الحاجه اللي ناقصاه. يعني لو هي حاجه حاسه ان هي ناقصه عندها، فهي بتدور على الحاجه دي، عايزه تخرج مثلا من بيت اهلها علشان هي تربيه بقى شبع في البيت. هي خارجه بقى شبعانه خلاص، الدنيا تمام. هتعيش بقى مع الشخص ده زي ما يكون بقى، هو معاه فلوس ما معهوش فلوس. هي المشكله بقى في الجيل الجديد والشوجر دادي والكلام اللي هو بقى الجميل اللي احنا بنسمعه بقى من الاجيال الجديده ديت. طب انت تقول ايه كمان؟ لان ظهر مؤخرا ان بقى في رجاله تقول لك لا انا عايزه اتجوز بنت مرتاحه، يعني يا اما اهلها مرتاحين ومعاهم فلوس كويسه، يا اما هي بتشتغل شغلانه كويسه فبتصرف على نفسها وتقدر تصرف لو انا قصرت او انا الدنيا وقفت معايا شويه، فتبقى هي موجوده اسند عليها. هل انت شايف ان ده حاجه عاديه في الوقت ده؟ موجوده الفئه ديت، موجوده من زمان. يعني الفئه دي موجوده من زمان جدا، الرجاله اللي هي عايزه تتجوز جواز مرتاح، اللي هو جواز ايه؟ وفي الاخر برضو الموضوع دوت يعني ما بيكملش على خير. لان احنا بطبعنا كرجاله انت عارف اللي هو ايه، انت ما ينفعش تتكسر. فهتبقى هتيجي لحظه كده تقول لك ما انا اللي بدفع، ما انا اللي بعمل، مش عارف ايه. بالظبط. والستات بتعاير برضو يعني. ايوه. لا في يعني ساعه المشكله هو ساعه المشكله كل واحد بقى بيطلع اي حاجه عنده، الوحش بيطلع كله. واحنا كرجاله لا الحته دي هي موجوده من زمان في رجاله كتير، بس مش كتير يعني. مش هتلاقي انا بجد كنت بتكلم مع واحد من قريب قال لي انا نفسي بقى اتجوز واحده تصرف عليا بقى، ويعني خلاص بيتكلم بجد جدا مش بيهزر. يقول لي نفسي بقى اقف واحده بقى تصرف يعني عليا بقى وخلاص بقى وعدي. الموضوع ده لا يعني مش هتلاقيه كتير. مش كتير يعني ممكن في وسط كل جروب ممكن تلاقي واحد وممكن ما تلاقيش خالص. ايوه فمش هتلاقي ده كتير، لان وفي الغالب بتبقى الرجاله دي اللي هو بيبقى امور زياده برضه، يعني بيبقى ما شاء الله يعني ربنا يكرمه. والله مش شرط عليه، مش شرط. لا في ناس بتبقى شايفه نفسها اموره وهي مش اموره خالص. ازيك؟ الحمد لله كويس. ايه الاخبار يا محمد؟ كله تمام؟ كله تمام. احكي لي ايه اللي حصل؟ ايه الاخبار؟ مان صوتك متضايق ليه؟
ايه؟ صوتك متضايق والله؟ لا مش متضايق والله، بس الواحد عايز يعني يفهم الدنيا فيها ايه ومشيت ازاي كده، ايه السبب؟ ما اعرفش والله. ايه اللي حصل؟ قول لي بس، احكي لي. مفيش، كنت متقدم لبنت. ايوه. ويعني فتره مش كبيره، بس هي معايا في الشغل. حلو. واتفقنا ورحت اتقدمت، قابلت مامتها. طب جميل. بس وبعد كده نزلنا شفنا الشقه والدنيا حلوه، بس بعد كده بقى طلبات غريبه وتعديلات وعايزه تعمل حاجات. عروسه بقى. ماشي اوكي، انا ما عنديش مشكله، بس هي مستعجله يعني في حاجات ما تتاكدش دلوقتي. ليش يعني؟ عايز تاخد وقت. يعني ايه يعني مستعجله في ايه يعني مثلا انا عايز اعمل ديكورات، انا عايز اغير مش عارف المطبخ. انت قصدك ان الوقت يعني قصير ان احنا نعمل ده؟ لا الوقت صغير، احنا نتكلم في الحاجات دي. يعني الاهم ان احنا نخرج ونتفسح وكده بالظبط، او نتعرف الاول بعد كده، والحاجات دي كده هتتعمل واحده واحده. أيوة. هي عايز تاخد قرار سريع في وقت ايه. طب قول لي انتوا كنتوا تعرفوا بعض من قبليها، زمايل واصحاب وكده ولا؟ كنا مع بعض في الشغل. بس يعني مش علاقه عادي، يعني علاقه شغل عادي. مش اللي هو اصحاب قوي. لا مش اصحاب قوي. وبداتوا ان انتوا تتكلموا مع بعض، انا عايز اجي اتقدم لك يعني في الفتره اللي احنا بالظبط. يعني ما كنتوش مرتبطين قبل ما تقابل مامتها؟ لا ما كناش مرتبطين. فانت رحت على طول تعالى يلا اوب الناس هنتجوز. قلت لها ننزل نتقابل، قعدنا نتكلم. قلت لها ايه رايك؟ فقالت لي خلينا نشوف نتعرف على بعض وكده. ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. بص انا اعرف حد اتعرفوا على بعض، فقال لها انا عايزين نتخطب، فخلاص احنا الشهر الجاي هنتخطب. تمام. تاني خروجه ليهم كانوا في معرض الموبيليا بيتفرجوا على هيشتروا ايه في الجواز. تمام. فاهم؟ بس الدنيا مش حلوه بعد كده. كنافه. ليه؟ لان الاهم ان احنا مش الاهم ان احنا يلا بينا نتجوز، لا الاهم ان احنا هينفع نبقى في بيننا علاقه. لا هو ايه فايده الخطوبه؟ يعني الخطوبه دي في العرف معموله ليه؟ ايوه ما هو بالظبط. بس هي الحاجات انا واخد وقتي والله، بس هي الفكره ان الدنيا قفلت بسرعه. يعني في حاجات حكمت كده اللي هو ايه، قرارات انا عايز اعمل كذا، حاجات ما تتاخدش في وقت صغير. أيوة. انا عارف ان الدنيا طويله كده احنا مش مستعجل يعني. ايوه بس هم يعني اول ما اتكلمتوا مع مامتها مش. طب معلش سؤال بس رخم، هو باباها موجود ولا مش موجود؟ موجود بس انت قعدت مع مامتها؟ قعدت مع مامتها. ده بسبب حاجه معينه ولا علشان مش مثلا؟ مش عارف، لا ما اعرفش. يعني انت قعدت مع مامتها اللي هو الكلام المبدئي بس، انت بدات كده تفك الدنيا، وبعد كده لما يبقى في كلام رسمي هتقعد مع باباها. يعني انت نزلت راحت اتفرجت على الشقه من غير ما تقعد مع باباها؟ ده الدنيا بايظه خالص. معرفش بقى ايه يا محمد. انا ليا وجهه نظر في الموضوع بتاع البنت والفلوس والكلام ده كله. قول لي انا معاك. بص معلش، سيبك بقى وفكك من حته البنات والكلام ده كله. امهاتنا بتوع زمان خلاص انقرضوا. أيوة. اي بنت واي عشره واي كلام من الكلام ده انت عليش. البنت دلوقتي بتلاقي الفيلا والعربيه وبتتغاضى عن السن وبتتغاضى عن الاطفال كمان. عادي جدا 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 جدا، ما فيش اي كلام. المهم الفلوس. المهم الفلوس يا باشا. المهم يا باشا انت عربيتك ايه ومفتاح عربيتك ايه، النجمه ولا الهلال؟ طب هل انا مثلا معايا فلوس بس انا انسان طبعي مش كويس، هغلبها بهدلها؟ عادي يا باشا، بتتغلب عليها الفيلا والبول بتاع الفيلا والعربيه اللي بتتغير كل سنه والدنيا جميله والدنيا والخاتم الالماس والهديه لما باجي من السفر الدنيا روشه وجميله. ده في واحد هنا باعت لي رساله بيقول لي احنا كنا مع بعض حلوين والدنيا لذيذه لحد ما ظهر شخص في حياتها جاب لها هديه ايفون، فالدنيا باظت خالص وانا ما بتردش عليا. احنا كنا مع بعض يا باشا 8 سنين. ده انت دي قصتك انت؟ يا باشا انت ايه اللي حصل؟ قول لي. 8 سنين يا باشا، بنتين زي القمر. انت كنت عارف بنتين في وقت واحد يعني؟ معايا بنتين في خلال 8 سنين. كنتوا متجوزين؟ يا باشا. ما حصلش نصيب. وبنات زي القمر وكده، والخاتم الالماس نزل. عايزين نفكنا بقى من الحوار. فبص يا باشا عادي والله العظيم، معلش مع احترامي كلنا ملايكه. اول ما نتحط في الاختبار انسى يا باشا. صح، انسى يا باشا. اوعى تزعل نفسك يا عم حبيبي يا باشا، انا زي الفل. الله ينور الدنيا. انا دخلت معاك علشان لقيت ان الموضوع جامد قوي. ايوه صح. هتخش البنت تقول لك لا وانا بناتي وانا عيالي وانا ما اقدرش. انسى يا باشا، كلنا ملايكه. ساعه الكاش انسى. ساعة الكاش الغالي ببلاش. الغالي ببلاش يا باشا. هو ده الكلام. اشكرك جدا حبيبي يا باشا. حبيبي يا حبيبي. يعني والله الشام انا كنت فاكر خاطب ولا حاجه، كنا متجوزين
مشكله دي برضه. الفلوس برضه مهمه، خلي بالك. الفلوس هتلاقي ان مشاكل الناس المتجوزه 50% منها سببها الفلوس. العيال مش عارف عايزه ايه، بس مش عارف مين عايز ايه. الدنيا صعبه برضه، بس مش هنقدر احنا نسيب بعض يعني في عيال. ماشي. السكه احلى مع خالد عليش على ميجا FM.